السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله بخير وعلى خير بصحة وسلام ان شاء الله يا رب. كيف ما تتشوفوا اليوم راني جيت لكم فيديو جديد، كيكه بالشوكولات زوينه، كتجي زوينه بزاف. نتوما تبان لكم، انا متاكده غادي تعجبكم ان شاء الله يا رب. مرحبا بكم معايا في الفيديو، ومرحبا بكم ان شاء الله يا رب. كنتمنى هاد الفيديوهات ديالي ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. هاد الكيكه زوينه، واخا كتبان لكم من برا راه عاديه، ولكن نتوما كتشوفوها من الداخل راه هي عامره بالشوكولات. راه زوينه زوينه بزاف، شي حاجه جديده ورائعه. انا متاكده غادي تعجبك الكبار وغتعجب الصغار، خصوصا محبي الشوكولاته. نتمنى ان شاء الله تكملوا معايا الفيديو. مرحبا بكم. نوريكم المقادير والطريقه ديال التحضير، راهم ساهلين. تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله يا رب غادي يعجبكم وغادي تجربوها ان شاء الله يا رب. اذا مشاهدينا الكرام، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الكيكه. بحال كاع المقادير ديال كاع الكيكات راهم ساهلين بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحتاجو ان شاء الله 3 ديال البيضات على حسب المول اللي غادي نستعمل انا، لانه صغير شويه. الا عندكم مول كبير ممكن تستعملوا 4 البيضات، انا استعملت هنا 3 البيضات من الحجم المتوسط كيف ما كتشوفوا. ثم غادي نحتاج شويه ديال الملحه، كيف ما كتشوفوا قبصه صغيره ديال الملحه ماشي بزاف. هنا غنستعملوا 2 ساشيات ديال الكاكاو المر، وساشيه وحده ديال الفاني سكر الفانيلا، وجوج اكياس ديال خميره الحلويات. مقادير بساط وساهلين ما تعكزوش عليهم. هنا غادي نستعمل لوز ايفيلي كيف ما كتشوفوا، هذا نستعملو للتزيين. باقي غادي نحمرو شويه، انا مازال ما محمرش. وممكن تستغنوا عليه تستعملوا اللوز ولا الكاوكاو مهرمش. المهم انا غنستعمل هنايا اللوز ايفيلي. غنستعمل كاس صغير ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، وكاس صغير ديال السنيده. بالنسبه اللي بغى يعبر بالكاس ديال العنبه، من الافضل تستعملوا نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السنيده. هنايا بالنسبه للدقيق، انا هنايا درت الدقيق، ولكن من بعد راني غادي نعبر. غنستعمل 2 كيسان ديال العنبه. من بعد غادي نوريكم في الفيديو. راني غنستعمل 2 كيسان ديال العنبه. في الاول ما كنتش عارفه بالضبط شحال غادي نستعمل. من بعد انا احتاجيت 2 كيسان ديال العنبه فقط. هنا ايضا غادي نستعمل جوج علب ديال الياغورت بالشوكولاته، غادي نديرهم في الخليط. اذا هادو هما المقادير ديالنا، بساط بزاف وساهلين. كنتمنى ان شاء الله انكم توجدوها ما تعكزوش عليها. نخليكم مع الطريقه ديال التحضير. تبعوا معايا الفيديو. مرحبا بكم ان شاء الله. تنكملوا الفيديو وغادي تشوفوها كيف جات. راه جات زوينه بزاف، غادي تعجبكم. اذا بسم الله على بركه الله، نبداو التحضير. نبداو بالبيض. بطبيعه الحال نبقاو نهرسو بيضه باش نتفاداو ان شي وحده تكون خاسره وتخسر لينا البيض كله. بعد ما وضعنا البيض غنضيفو قبصه ديال الملحه، كاس ديال السنيده، كاس صغير. الا استعملتو كاس العنبه استعملوا نص كاس ديال كاس العنبه، ساشيه ديال الفاني سكر المنسم بالفانيلا. غنخلطوا هاد المكونات نسجموا مع بعضياتهم. خلطوهم مزيان، فقط نستعملوا غير الطراب اليدوي. بعد ما خلطنا هاد المكونات دابا نضيفوا الزيت كيف ما قلت لكم من قبل، كاس صغير ديال الزيت او نصف كاس ديال العنبه.
كنستمروا بهذه الطريقه هذه في الخلاط. دابا غنضيفوا الياغورت بالشوكولاته، جوج كما قلت لكم انا استعملت جوج علب ديال الياغورت بالشوكولاته. ممكن الا ما عندكمش تستعملوا كاس ديال الحليب او تستعملوا الياغورت منسم بالفانيلا. انا كنفضل ديال الشوكولاته تعطي المذاق ديال الشوكولاته، ومنها تعطي حتى اللون، تعاون في اللون ديال الكيكه. من بعد ما خلطنا هذا الخليط كله غنضيف دابا الدقيق كيف ما قلت لكم، غنعبروا بالكاس ديال العنبه. ها هو دابا غنضيفوا كاس واحد، نضيفوا كاس، نغربلوا الدقيق دائما باش ما يبقاوش الكويرات، ما يكونش مكور وما يبقاش ما يكرفسناش في الخلاط. نخلطوا كاس واحد تينسجم الخليط. من بعد نضيفوا الكاس الثاني. فهاد الكيكه هذه انا احتاجيت فقط 2 كيسان ديال العنبه كيف ما كتشوفوا فقط، لانني استعملت 3 ديال البيضات. كيف ما قلت لكم عندي المول صغير شويه. هنا نضيفوا 2 اكياس ديال الكاكاو المر. اللي عندكم ديال العبار ممكن تستعملوا 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. نستمروا دائما في الخلاط، نخلطوا الخليط ديالنا. انا درتها قاصحه شويه كيف ما كتشوفوا، لانني غنعمرها بالشوكولات من الوسط، وإلا درتو العجينه تكون مرخوفه راه الشوكولات كينزل لتحت ما يبقاش لكم في الوسط. من الاحسن تبعوا هذه الطريقه اللي قلت لكم. 2 كيسان كبار ديال العنبه. بالنسبه للدقيق انا هنايا ضفت 2 اكياس ديال خميره الحلويات، الخميره الكيماويه. هذا هو المول اللي قلت لكم استعملته. كما كتشوفوا راه هو صغير شويه في الطول. كشي استعملت فقط 3 البيضات. وبالنسبه للخليط نتوما كما كتشوفوا الخليط ديالنا راه هو ثقيل شويه. ما تحاولوا انه ما يكونش مرخوف. الا كان عندكم المول كبير واستعملتوا 4 البيضات حاولوا تستعملوا اكثر من 2 كيسان ديال الدقيق، لان الا كانت العجينه عندكم مرخوفه انا غنعمرها بالشوكولاته. كيف ما كتشوفوا درت النصف الاول، وانا خديت الشوكولاته درته في حمام مريم وذوبته شويه كيف ما كتشوفوا. كنستعمل الشوكولات ديال العلب، ما كنستعملش الشوكولاته، ما استعملوش، حاولوا ما تستعملوش الشوكولاته ديال القطع. هذاك تيجي قاصح من بعد فاش كتبرد الكيكه تيقسح. هذا زوين واخا كتبرد الكيكه تيبقى هكا طري. اذا من بعد ما درنا الطبقه الاولى دابا غندير الشوكولاته في الوسط. الا كانت العجينه ديالكم مرخوفه راه هذا الشوكولاته هذا غادي ينزل كله لتحت. اذا حاولوا ما امكن تكون العجينه قاصحه شويه باش الشوكولاته يبقى في الوسط ما ينزلش لتحت. هانتوما كيف ما كتشوفوا غنعمرها كلها بالشوكولاته، نديرو في الجوانب كيف ما كتشوفوا. هي حاولوا ما يلصقش مع المول. نتوما كيف ما شفتوا راه الجوانب اللي مع المول ما وصلتوش ليهم باش يبقى فقط في الوسط ما يخرجش ليا. ودابا غادي نضيف الكميه اللي بقات. حاولوا ما امكن نغطيو داك الشوكولاط كله بالخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا. راني تنحاول نغطي الجوانب باش الشوكولاط يدخل داخل ما يبقاش في الجوانب. في هذا الوقت راني سخنت الفران، درتو تيسخن، سخنته مزيان من الفوق ومن التحت. من بعد فاش غنسالي انا غنطفي على الفوق ونخليها فقط لتحت، وغنقص العافيه لان الفران سخون. غنقصها ونخليها نار مهيله. نخلي الكيكه ديالي تطلع على خاطرها، طلع مزيان تبان ليا طابت. عاد باش نطفي على التحت ونشعل الفوق فقط شويه، مجرد غير تحمر شويه فقط ماشي بزاف. اذا هذه هي الكيكه ديالنا، ها هي كيف ما كتشوفوا، ها هي واجده، راه ساهله بزاف. اي واحد غادي تعجبو لانها عامره بالشوكولاته من الداخل، تجي زوينه. غادي تشوفوا معايا في الاخر باش غادي طيب كيفاش غادي تجي. دابا غادي ندخلها للفران كيف ما قلت لكم، راه هو ديجا سخون. غندخلها لتحت الفران ونخليها تطيب على خاطرها. مشاهدينا الكرام، الكيكه ديالنا هي وجدات كيف ما كتشوفوا.
بعد ما بردات راني حيدتها من المول. زوقتها اولا درت لها العسل، درت لها العسل كله من الفوق كيف ما كتشوفوا هي في الجوانب، درت لها العسل من الفوق ومن الجوانب هو نازل عليها. ومن بعد زينتها باللوز ايفيلي كما قلت لكم من قبل، راني حمرته. نتوما شفتوا كيف ما تيجي زوين بزاف الديكور ديالو، انا تيعجبني الصراحه. وكيف ما قلت لكم الاختيار ديالكم في التزيين تيبقى لكم، ممكن تستعملوا اللوز مهرمش، كاوكاو مهرمش، اي حاجه، القطع ديال الشوكولاته، اي حاجه ممكن تستعملوها في التزيين ماشي مشكل. انا من بعد دابا غادي نقطعها وغادي تشوفوها كيفاش جا الشكل ديالها من الداخل بالشوكولاط، جاتي شهي زوين بزاف بزاف. هانتوما تشوفوا. هيا مشاهدينا بعد ما قطعت الكيكه ديالنا نتوما تتشوفوا كيف ما جا فيها الشوكولاط من الداخل زوين، وما دخلش ما نزلش لتحت كيف ما قلت لكم، لان الخليط كان ثقيل شويه ما يكونش خفيف، وتجي زوينه بزاف. نتوما كتشوفوا راه باقي سخونه. غندخلها الثلاجه باش انها تبرد. وبالصحه والراحه، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الكيكه ديال اليوم، وما تنساوش دائما تخليو لي التعاليق ديالكم بالصحه والراحه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتعجب وليداتكم والناس ديالكم كاملين. خليكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.